خليني أسألك سؤال صريح. كم مرة في حياتك قلت معلش، عادي، وسكت؟ مش لأنك مقتنع، لكن لأنك مش عايز تعمل مشكلة. احنا اتربينا على فكرة غريبة شوية، إن الشخص الطيب هو الشخص اللي يعدي، اللي يثبت، اللي يبتسم، حتى لو اللي قدامه غلط فيه. وقالوا لنا إن ده اسمه أخلاق. لكن الحقيقة، في عالم البشر، الطيبة الزايدة مش دايما بتتفهم كأخلاق. كتير من الناس بتفهمها بطريقة مختلفة. بتفهمها كده: الشخص ده سهل. خليني أقولك حاجة مهمة. البشر بيقروا الإشارات. لو إشارتك كانت معلش، عديها، مش مشكلة، الرسالة اللي بتوصل للناس مفيش حدود. والإنسان بطبيعته لو ما شافش حدود هيكمل لحد ما يقابلها. عشان كده في نوعين من الناس. النوع الأول شخص مسالم لأنه ضعيف، ما يقدرش يرد، ما يقدرش يواجه، فبيسكت. والنوع التاني شخص هادئ، لكن هدوءه مختلف. مش بيتكلم كتير، لكن لما يتكلم الكل بيسمع. ليه؟ لأن الناس حاسة بحاجة. حاسة إن الشخص ده لو حب يرد، لكن اختار ما يعملش كده. وفي فرق كبير جدا بين الاتنين. الأول اسمه ضعف، التاني اسمه قوة منضبطة. خليني أقول لك قاعدة مهمة. الناس ما بتحترمش الضعيف، لكن بتحترم الشخص اللي عارف قوته. الهيبة مش صوت عالي. الهيبة حدود واضحة، نظرة ثابتة، وكلام قليل. عشان كده لو عايز الناس تحسب لك حساب، ابدأ ب3 تغييرات بسيطة. أول حاجة، بطل تشرح نفسك طول الوقت. مش كل سؤال لازم له إجابة. تاني حاجة، سيب مسافة. مش لازم تبقى متاح في كل وقت. تالت حاجة، اتعلم تقول لأ، من غير خوف ومن غير تبرير. هتتفاجئ إن كلمة واحدة بس ممكن تغير شكل العلاقة كلها. افتكر دايما، الاحترام مش هدية. الاحترام نتيجة. نتيجة لشخص عارف قيمته، وعارف إمتى يسكت وإمتى يتكلم. السؤال الحقيقي بقى: أنت ساكت عشان قوي ولا ساكت عشان خايف؟ الإجابة دي هتحدد الناس شايفاك إزاي. سلام يا عبقري.